بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على رسول الله، صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وصفة جديدة وفيديو جديد، سمعوا لي القرمشة ونولي لكم. الصورة تعبر عن نفسها. اليوم جبت لكم طريقتي في تخزين ولا ترقيد الفلفل الحار. وصدقوني البنات يقعد لكم مدة قرمشة وبنة وما نحكي لكمش عليه. راكم تعرفوني البنات، والله العلي العظيم راني كل وصفة نحطها لكم، سواء تدبيرة أو وصفة، راني غير إلا كنت معتمدتها ودرتها في داري لوليداتي وباه نتقاسمها معاكم. صدقوني اي وصفة نحطها راني نكون ضامنتها 100%، والله لا يخليني نخسر حرة فيكم. ورانا خواتات ونتقاسموا الوصفات ونستفاد منكم وتستفادوا مني، والله يهنينا ويهنيكم. هنا نوليو للفلفل. هنا جيبي الحرة الفلفل تاعك، اغسليه وقطريه ونشفيه. هنا باش ينجح لكم الفلفل. كيفاه ديري الحره الفلفل تاعك؟ ما ديريش الفلفل المطاشي وما ديريش الفلفل المذبال، لازم الفلفل تاعك يكون هكذا اخضر ويكون حاكم روحه باش ينجح لك الفلفل تاعك. ما ديريش هذاك المذبال. هنا جيبي لي الحره بدون 5 لترات. انا عندي 3 كيلو فلفل الحار كيما راكم تشوفوا، غسلته مليح ونقيت وكش ما فيه ريسان مذبالين، ولا نديرهم حميس ولا نديرهم بوفجوخ، ولا لك الاختيار. قطرتهم مسحتهم مليح مليح. هنا جيبي لي الحره بدون 5 لترات، انا درت هذا تاع سعيده وانتي البيدون اللي عندك استعمليه. هنا نجيب فرشيطه نحكم هذاك الفلفل، نثقبه كيما راكم تشوفوا بالفرشيطه ونعمر به البيدون. هنا عندكم كميه كبيره. بالنسبه للاخوات الحراير اللي قاعدين في الدار ويحبوا يديروا مشروع، هذا مشروع مليح مليح. والفلفل المرقد راهو يمشي ذوكا وقت العراس، وقت النجاحات، وقت الافراح، جاي العيد الكبير. صدقوني وصفه مضمونه وتربحوا فيها ان شاء الله. هنا بعد ما عمرت انا هذاك البيدون عمرته للفم بالفلفل. واش نجيب؟ جيبوا لي يا حراير كاس القهاوي اللي كيما تقولها ما كاس القهاوي متوفر في كل دار، باش نعمروه بالربح. تربحوا ان شاء الله كاملين ويفرحكم ربي. نعمروه بالربح. بعدها نزيد نجيب معاه محقن. المحقن على بالي راه متوفر، انا مازلت كي تاع بكري وزمان ما شريت محقن، زوج محاقن، شريت واحد ليها وواحد ليا. قالت لي تسحقيه، في بالها مسكينه نيتها تقول لي كي تديري الزيت باش ما يسيحلكش. هنا ما عندكش المحقن تقدري ديريه بالكاس عادي. هنا نصب هذاك الربح في البيدون، نفس الكاس اللي كيلت به الربح. تربحوا ان شاء الله كاملين في هذا العواشر. قولوا امين يا حراير. نفسه نكيل به الخل، كاس ونص خل، كاس ونص خل. انا استعملت هذا الخل الاحمر تاع سيدنا، روعه روعه. وانتي تحبي تستعملي خل ابيض استعملي الخل الابيض، بصح ننصحك استعملي الخل الاحمر، هذا مليح بزاف بزاف للترقاد. هنا بعد ما درت كاس ونص تاع خل، واش نزيد راس ثوم نفصو حبات نخليه به بقشورو ونحط له الثوم. هنا كاين اللي يدير له رند، انا ما نديرلوش الرند، نحس الرند يدير الريحه تاعو قويه بزاف. ونعمر، درت كاس ونص خل وكاس ربح. وبعدها نعمر البيدون كامل للفم بالماء، نعمره بالماء ونزيد له السر اللي يخليه فيه القرمشه، وهي طرف صغير صغير تاع شب. الشب هو اللي يعطي القرمشه للفلفل تاعكم. وثاني من الشروط الفلفل دوكا انا بعد ما عمرته قلبته باش يتخلخل وكل يتخلط الملح والخل مع بعض. نغطيه بشكاره ونحطوه في بلاصه فيها الظل ونخليه. هنا تقدروا تخليوه 15 يوم، تقدروا تخليوه شهر، تقدروا 20 يوم. هنا حسب الفلفل، ذوقي الحرة الفلفل لسانك في عندك وفرشيتك في يدك. اجبدي الفلفل تاعك يا الحرة وذوقي منين لقيتيه طاب هذاك هو. وبالصحة ولا هنا عليك.